سلام البنات، واش راكم؟ راح تكونوا كامل بخير. اليوم راح نديرو لي كرواسون يجوا بعجينه بزاف خفيفه وهايله. الوصفه تاعنا فيها كاس حليب يكون دافي، عندنا مغرف كبيره تاع خميره ومغرف صغيره تاع سكر. نخلطوهم مليح ونخلوهم واحد 5 دقائق هكذا باش ما يتفاعلوا، ونعاودو نولوا العجينه. فوالا، بعد ما تفاعلت الخميره تاعنا نزيدو عليها بقيه المكونات. نزيدو عليها نص كاس تاع الزبده يكون ذايب وبارد. نزيدو عليها مغرف كبيره تاع حليب غبره بودره، فوالا حليب مجفف نقولوا. ونبداو نطمو العجينه تاعنا كالعاده بالفارينه. نبداو نديروا الفارينه غير بالعقل حتى نطمنا نحصلوا على عجينه تكون طريه وما تتلاصقش، بلا ما نساو الملح. فوالا كي نطموها يعني نعجنوها عجنه خفيفه هكذايا، يعني دقيقه تاع دقيقتين قسمه نطمنا برك تتشكل، يعني يولي عندنا الوجه تاعها يكون ليس. فوالا ابخي نديروها في ريسيبيون ونخلوها تخمر، خلوها في مكان دافئ بيان سور. هنا بعد ما تضاعف الحجم تاعها ديغازيها، نخرج لها هذاك الهواء ونحلها على شكل دائره. نديروا الفارينه باش ما تلصق لكمش في البلون دو طرافاي، ونحلوها على شكل دائره وما تكونش رقيقه بزاف، يعني تكون نورمال، يعني ماشي رقيقه بزاف باسكو هذه تخمر معاكم. تبداو تقسموها مثلثات. انا كشغل درت اشكال، درت دي كرواسون شويه كبار ودرت دي كرواسون شويه صغار، صافي كشغل خلط ما بيناتهم. نتوما تحبوا ديروهم كبار تحبوا ديروهم صغار، يعني الحجم يبقى ليكم نتوما، ديروا واش حبيتوا. فوالا ومن بعد نبداو نحكموا بالوحده ونعمروا. الحشو انا واش درت، كانت عندي شويه كريمه تاع الجبن، زدت عليها شويه تاع فيونداشي، كنت قليته مع شويه بصل شويه معدنوس ملح فلفل كحل وشويه توم، قليتهم مليح وزدتهم لهذيك الكريمه تاع الجبن، ما مست عليه شويه فرماج. فوالا صافي تحصلت على حشو نورمال ماشي بزاف وماشي شويه، شغل درت هادي بهادي ويجيكم حشو بنين. فوالا يعني كريمه الجبن معروفه باللي بنينه. فوالا تبداو تشكلوا لي كرواسون تاعكم. هنايا بعد ما شكلتهم ستفتهم في السنيوه، دهنتهم بشويه بيض وشويه قهوه ودرت لهم شويه زراره من الفوق وخليتهم شويه يخمروا. بعد ما يخمروا ديروهم في الفرن تاعكم يطيبوا. فوالا هذه الوصفه تاعنا تاع اليوم، يعني تحصلوا على كرواسون بزاف بنين. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. الى وصفه اخرى كالعاده، الى اللقاء.